يتهم المجتمع العراقي بأنه مجتمع متقبل للإشاعة على نحو كبير، ربما لكثرة ما خاض العراق من حروب أثرت بشكل مباشر في المزاج العام للمواطنين. وزارة الداخلية العراقية تعي من جهتها خطورة ذلك، فعمدت إلى تشكيل قسم يعنى بمكافحة الإشاعة بدءا من حيث تنتهي وصولا إلى من يروج لها عبر سلسلة أمنية مترابطة الحلقات. هنالك متابعة ورصد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إضافة إلى الرصد الميداني. كل هذه الأمور مجتمعة يتم من خلالها جعل الصورة واضحة للمعلومات المتناولة والمتداولة. بعد مقارنتها بواقع الحال بمدى مصداقية هذه المعلومات يتم فرز الشائعات، خاصة وأن الشائعة لديها قانون واضح هو عملية الغموض مع الأهمية. يتحرك فريق مكافحة الإشاعة في الأماكن التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة، حيث الاحتكاك بشخوص متعددي الثقافات أمر بديهي، وبذلك باتت الأسواق التجارية والمجمعات الصناعية وحتى النشاطات الاجتماعية هدفا لهم، يستطلعون الآراء والتوجهات الفكرية ويعملون على تثقيف الفئات المستهدفة بسبل التعاطي مع الإشاعات وعدم الترويج لها. احنا عندنا مثلا نستبين المواطن انه بهاي الفتره الاخيره اليومين الثلاثه الاربعه سمع اشاعه، هاي النقطه الاولى من الاستبيان. اذا سمع الاشاعه يذكر لنا اياها حتى احنا بدورنا نعالج هذا الموضوع. اكثر اوقات تختارها الاشاعات للانتشار هي اوقات الحروب واوقات الفوضى، ومثل ما تعرف حضرتك ان العراق الان يعيش في حاله حروب، فالارض متهيئه الى انتشار الشائعات في الوقت الحالي. لكن أين تبدأ مكافحة الإشاعة؟ وأين تنتهي حرية الرأي والتعبير؟ جدلية لا يبدو أن المشروع العراقي قد وجد حلا لها، فقانون العقوبات العراقي ينص على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات لكل من أذاع عمدا إشاعات كاذبة أو عمد إلى دعاية مثيرة تسببت في إثارة الفزع بين الناس وأضعفت الروح المعنوية لهم وألحقت الضرر بالاستعدادات العسكرية في زمن الحرب. يعكس هذا القسم مدى اهتمام الحكومة العراقية بعنصر الحرب النفسية في مواجهة داعش مع تصاعد وتيرة الحرب ضده، إذ تعتقد الحكومة العراقية بأن 3/4 الحرب ضد التنظيم هي نفسية بالأساس، والمتبقي هو للحرب العسكرية بمعناها التقليدي. يوسف الحسيني، سكاي نيوز عربية، بغداد.